اشرف حكيمي عرض مبابي كدا، يعني المعانده معليش عند ولا تحسد اسمع هذوك جاهم زيدان مش كرامه الجزائر باسكو راهو يمدح في المغرب. فضيحه من العيار الثقيل. وكان تشوفوا البيت الطروازيام تاع المروك ماشي اورجو يبعبع واحد الاورجو يا خوتي، اقسم بالله. وشنو المشكل؟ حسبوه البيت. الكثير من الجماهير الجزائرية لم يسعفها الحظ للدخول واقتناء التذكرة، سواء المباراة الأولى أمام السودان أو المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، فيما كانت هناك بعض السهولة في المباراة الثالثة لغينيا الاستوائية. برامج تلفزيونية على قنوات جزائرية اعتبرت هدف أيوب الكعبي تسللاً واضحاً، وأن فوزي القجع يضغط على الحكام. فضيحة مراسل قناة النهار الجزائرية في تقرير مصور من مكان خافت الإضاءة وخال تقريباً من الحياة، حضور مبابي للمغرب إلى اعتباره الجزائريين عناداً لهم لما حضر زيدان وهو يشجع الجزائر. من أكثر اللحظات إثارة للجدل في البطولة، وذلك بعد تسجيل أيوب الكعبي هدفاً حاسماً أثار نقاشات واسعة، خصوصاً في بعض المنابر الإعلامية الجزائرية التي اعتبرت الهدف تسللاً واضحاً. وبينما أكد التحكيم وتقنية الفيديو صحة الهدف، انفجر نقاش واسع حول المعايير التحكيمية والتأثير الإعلامي والقراءة التقنية للقطة المثيرة. جاء الهدف في لحظة حساسة من المباراة بعدما استلم اللاعب المغربي كرة في مربع العمليات قبل أن يحرز مقصية رائعة، ما إن هزت الكرة الشباك حتى رفع الحكم المساعد رايته معلناً وجود تسلل، ليتم اللجوء مباشرة إلى تقنية VAR. بعد مراجعة اللقطة بعدة زوايا وباستخدام خطوط التسلل التقنية، قرر حكم الفيديو أن الكعبي كان في وضعية سليمة لحظة تمرير الكرة، ليعود الحكم الرئيسي ويحتسب الهدف. هذه العودة عن القرار الأول أشعلت النقاش، خصوصاً بعد انتشار صور ثابتة تم اجتزاؤها من الفيديو الأصلي، وهي ما استندت إليه العديد من الصفحات والمنابر الإعلامية الجزائرية التي شككت في صحة الهدف. ظهرت موجة من التعليقات على مواقع التواصل، إضافة إلى برامج تلفزيونية على قنوات جزائرية ناقشت اللقطة. اتجهت بعض الأصوات إلى اعتبار الهدف تسللاً واضحاً، مستندة إلى زوايا تصوير غير رسمية أو مقتطفات غير دقيقة لموقع اللاعب، قراءة انفعالية مرتبطة بنتائج المجموعات وتأثير المباراة على ترتيب بعض المنتخبات، تصاعد الخطاب التنافسي الذي يرافق عادة مباريات شمال إفريقيا. شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نقاشاً واسعاً في الأيام الأخيرة بعد ظهور مراسل قناة النهار الجزائرية في تقرير مصور من مكان خافت الإضاءة وخال تقريباً من الحياة، وذلك خلال تغطية إعلامية تتعلق بالمغرب. هذا المشهد دفع البعض إلى اعتبار الأمر محاولة لتقديم صورة سلبية أو مشوهة عن الوضع، بينما رأى آخرون أنه مجرد خطأ تقني أو اختيار غير موفق لزاوية التصوير. بين الاتهامات والتفسيرات المختلفة، ظهور أسطورة الكرة العالمية زين الدين زيدان في الملعب وهو يشجع منتخب الجزائر، بالتزامن مع ظهور نجم باريس السابق كيليان مبابي في ملعب الرباط لدعم المنتخب المغربي وصديقه المقرب أشرف حكيمي. رغم أن المشهدين طبيعيان في عالم كرة القدم، إلا أنهما تحولا إلى مادة جدل بين الجماهير بسبب التأويلات الإعلامية ومحاولة بعض تحميلهما أكثر مما يحتملان. أثار ظهور كيليان مبابي في مدرجات ملعب الرباط كثيراً من الجدل في الجزائر، حيث اعتبر بعض المعلقين أن حضوره ليس مجرد تشجيع لصديقه أشرف حكيمي، بل عناد أو رد فعل على حضور زيدان لتشجيع الجزائر.